ايمانا منا بنظريه ان الوقايه خير من العلاج، تعالي اقولك اهم 10 اكلات اوعي تاكليها وقت الحمل. هاي بنات، انا ساره مامي جديده البنوتين، وفي الفيديو ده هقولك على حاجات ما تاكليهاش وقت الحمل. اول حاجه هي الكبده. ليه؟ لان هي ريتش ان فيتامين اي، وده بيضر الجنين بالذات في اول 3 شهور من الحمل. تاني حاجه هي اللحوم المصنعه زي اللانشون والبرجر والسوسيس. رقم 3 هي بعض المشروبات زي الشاي والقهوة والنسكافيه والبيبسي، لان المشروبات دي كافينيتد، وده برضو بيأثر على البيبي. فعشان كده لو انت عايزة اي بدائل زي الحاجات دي، اشربي مشروب دي كافينيتد. رابع حاجة هي التونة، لانها ريتش الميركوري او فيها زئبق كتير، وده برضو بيأثر على الجنين، فبلاش منها وقت الحمل. رقم 5 بقى المايونيز، لانه هو بيكون بيض ني، والبيض الني ممكن ينقل بعض البكتيريا برضو للبيبي اللي عندك. رقم 6 هي مرقة ماجي والاندومي، لان الحاجات دي برضو مصنعة وفيها مواد حافظة، وبرضو ممكن تأذي الجنين. رقم 7 بقى هي البلح والقرفة والاناناس، لان الحاجات دي بتزود المغص وممكن تعمل انقباضات في الرحم. 8 هي الشيتوس والشيبسي واي حاجة فيها الوان مصنعة ومواد حافظة كتير. النقطة بقى التاسعة هي الأكل المطبوخ جوه الميكروويف، لأن الميكروويف بيطلع زي موجات كده أو إشعاع اسمها إلكترومagnetic، دي ممكن تأثر على الجنين في وقت الحمل. فبليز لو انت تختاري ان انت تعملي أكلك في حاجة، اختاري حاجات السيف أكتر زي البوتاجاز أو الفرن أو خلافه من الحاجات اللي هي بعيد خالص عن الميكروويف. النقطة بقى العاشرة والأخيرة هي الجانك فود أو الأكلات الجاهزة والسريعة. وانت فاكرين ان انا سويت الدنيا في عيشتك، بس معلش، الفيديو الجاي هقولك على أهم حاجات ممكن تاكليها وهي مفيدة ليكي وللبيبي في وقت الحمل. هقولك بقى على الخلاصة عشان لو ملحقتيش ورايا، بس الأول لو دي أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة علشان أي فيديوهات تانية أنزلها يكون عندك. فما تنسيش تفعلي الجرس بقى عشان كل فيديوهاتي يكون عندك. الأكلات بقى عليكي ممنوعة وقت الحمل هي الكبدة واللحوم المصنعة والمشروبات اللي فيها كافيين والتونة والمايونيز عشان فيه بيض ني. رقم 6 بقى المرقة والاندومي والبلح والقرفة والاناناس عشان المغص، الالوان الصناعية طبعا شيتوس والشيبسي. 9 الميكروويف، وبعد كده الوجبات السريعة او الجانك فود. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك تدوسي لايك، ولو دي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان اي فيديو اعمله يكون عندك.